تعال معايا يا صديقي المصمم اخدك في رحلة في شوارع القاهرة سنة 1980. في الرحلة دي هعرفك ازاي التطور التكنولوجي أثر على حرفة من أجمل الحرف اللي كانت موجودة وقتها واللي كانت بتزين شوارع مصر كلها، وإيه علاقتها بالذكاء الاصطناعي اللي موجود دلوقتي. خلينا أشرح لك. السلام عليكم صديقي المصمم، أنا أحمد قبيل وده فيديو جديد من خلينا أشرح لك. في البداية ما ننساش إخواتنا ودعواتنا ليهم بالنصر والفرج القريب إن شاء الله. من أكتر من 40 سنة يا صديقي المصمم، الخطاطين والرسامين كانوا بيزينوا شوارع مصر بتحف فنية متعلقة على الحيطان. التحف دي هي الإعلانات ويافط المحلات. ومع ظهور التطور التكنولوجي وانتشار المطابع والبرامج بدأت الحرفة تندثر، واللي استغل التطور اللي حصل ودخله في شغله ودخل البرامج وتعلمها هو ده اللي اتفتح له فرص شغل أكتر، وهو ده اللي واكب التطور واستمر في الشغل. وده بالظبط يا صديقي المصمم اللي بيحصل معانا دلوقتي. فالذكاء الاصطناعي هو مش عدو، الذكاء الاصطناعي هو أداة زيها زي أي أداة ظهرت قبليه، لازم نستخدمها ونتعرف عليها ونتعلمها ونطور نفسنا فيها. وفي النهاية لو انت مهتم بالاي اي ومجال الجرافيك ديزاين اكيد ما تنساش تتابعني وتعمل لايك وشير وتستناني الفيديوهات اللي جاية، وسلام.